السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بألف خير. طيب يا صديقي، النهاردة جايب لك النهاردة فيديو من نوع تاني حرفيا. فيديو دمار يعني كده، عايز اقول لك هنكسر الدنيا. جايب لك حاجة النهاردة فوق، يعني فوق ما تتخيل حرفيا. يعني فحت ردم، جايب لك بوتات مطرشمة، جايب لك شغل نار. حاجة نهاية مجالك حرفيا، حاجة أول مرة هتشوفها. فقبل أي حاجة كده، طبعا احنا موصلناش الهدف اللي احنا كنا عايزينه، وخسرته طبعا في التحدي بتاعنا اللي هو كان 50 لايك على الفيديو اللي فات. تمام. هنعمل برضه نفس التحدي، والمرة الأخيرة هيبقى على الفيديو إن الفيديو ده في خلال 3 أيام يكون جايب 50 لايك. انتوا وصلتوا 30 لايك في 3 أيام، يعني قربتوا، فاضل لكم 20 لايك، فهنشد شويه مع بعضينا كده. ان شاء الله سلسله التحديات دي هتكون اقوى من كده بكتير. تمام، احنا عندنا 1100 في قناه التليجرام، فعلى ما اظن كده آه يعني 50 لايك مش حاجه. تمام. فقبل ما ابدا الفيديو كده، انا عايزك تصلي على النبي في قلبك كده، وتنزل تكتب لي كده عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. صلي على النبي، صدقني هتاخد حسنات ما انتش خسران حاجه. تمام، ووصل على الاشتراك كده وفعل الجرس لو اول مره تشوف عبد الله. لو مش اول مره تشوفني وشفت فيديوهات ليا ومضغطش على لايك، فخش تدوس على لايك دلوقتي، والاشتراك بتاعك الجميل كده. واستعد يا صديقي وروح اعمل كوبايه الشاي بتاعتك الرايقه، علشان النهارده عندنا رحله كونيه مطرشمه. هيكونوا 20 دقيقه، هيودوك في عالم تاني. حرفيا هخليك يعني تنبهر، يعني قسما بالله هتنبهر. كلمة هتنبهر دي شوية. فزي ما قلت لك، يلا بينا كده اخواتي، عندك التحدي بتاعنا 50 لايك بس 50 لايك على الفيديو تمام. وانزل يا باشا كده، كسر زر الاشتراك بتاعك وفعل الجرس على الكل كده. تمام. وكومنت رايق كده لاخوك، شجع فيه اخوك عشان اقدر انزلك محتوى متواصل. تمام. طبعا انا كل ما بلاقي الفيديو بيجيب ريتش حلو، يعني لايكات وكومنتات حلوه، ببدا انزل لك ايه على طول بعده بيومين. فحرفيا هنزلوك حاجه دمار دمار نهايه مجالك. بص، هخليك بص تقول ان العبد اللي ما فيش منه اتنين. تمام. فيلا بينا كده يا باشا، مش هطول عليك في المقدمه اكتر من كده، وليتس جو نخش نشوف الفيديو. بس استنى، طب انت ازاي داخل اصلا من غير كوبايه الشاي؟ قوم بس تعمل كوبايه شاي، روق دماغك يا اسطى، تعال. ايه يا عم؟ وبس كده، قلب الحزام الامان اهو، ليتس جو. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بألف خير. عارف اني مطول عليك. لا بلاش نضحك على بعض. مطول عليك ايه؟ ده انا لسه منزل لك فيديو ما كملش 3 ايام. تمام. اهم حاجه كده، عايزك تصلي على النبي كده في قلبك. تمام. تنزل كده تخبط لايك وكومنت رايق، عشان بصراحه يا جدعان انتوا مقصرين مع الواحد قوي. والله انتوا يعني مقصرين دي شويه. كون ان الواحد يبقى عنده قناه تليجرام فيها 1000 قناة تليجرام تكون فيها 1000 وحاجة، والفيديو يبقى شايفه 200 وحاجة وعليه 20 لايك، فانتوا حرفيا يعني مضيعين الريتش في الأرض. وأنا والله العظيم أنا بنزل لكم حاجات جامدة أوي. يعني أنا في ناس تخش تقول أنت بتنزل حاجات حلوة، وبخش أصلا ألاقيها لا ولا عاملة لايك ولا عاملة كومنت ولا أي حاجة. طب أنت فين؟ أنت من الظاهر وجودك ليه؟ طالما أنا محتوايا بيعجبك ليه يا اسطى؟ هتخسر حاجة يا اسطى لو دوست على اللايك والكومنت اللي عندك دول؟ والله يا ابني ما هياكلوا من جدتك حاجة، والله ببلاش، والله العظيم اللايك ببلاش. ببلاش، والكومنت الحلو منك ببلاش. طيب عموما، طبعا انا قلت لكم على التحول على قلت لكم على التحدي في اول فيديو. تمام. احنا انتوا طبعا يعني للاسف خسرتوا التحدي معانا. تمام. والمفاجاه خلاص اتحرقت عليكم، ما عادش فيه مفاجاه. كنت عامل لكم مفاجاه رايقه لو كنا وصلنا فعلا 50 لايك. تمام. وانا عملت لكم تحدي في اول فيديو، اما نشوف هنوصل للتحدي ده ولا لا. طبعا اول ما توصلوا على التحدي طبعا ايه، بنزل لكم المفاجاه كلكم في الجروب. طبعا لازم تبقى معايا في جروب الواتساب. تمام. علشان بنزل فيه كل جديد وكده كده. انا هسيب لك لينك الجروب. تمام. وطبعا الجروب انا ايه جربت في البوت وكده، وبس انا ما لقيتكم طبعا مش قادرين تصبروا على البوت. انا لحد دلوقتي لسه ايه ما كملتش الشغل على البوت. تمام. ولا حتى يعني ما استكشفتش الامور بتاعته كلها. بس طالما انت مستعجل يا عم على البوت وعايز شرح البوت والكلام ده كله، فانا يا عم كده كده ايه مش هقصر معاك، زي ما انا ايه طول عمري ما قصرتش معاك.
وعايز اقول لك ان البوت دوت بوت شخصي، يعني انت بتربط بيه وحرفيا انت المتحكم في البوت. لحد يقول لك بقى السيرفر واقف ولا بتاع ولا الكلام ده كله، انت فاهم، ولا كل شويه تخش تربط البوت. لا، البوت بيتربط مره واحده ويفضل معاك وانت تشغله وتوقفه مزاجك. هتقول لي ازاي؟ اقول لك تعالى أما اوريك كده. وزي ما انت شايف كده يا برو، ويت، تمام، ده البوت بتاعنا، تمام، ودي البيانات بتاعت البوت، تمام. اهو يا جدعان انت هتفشخ، ماشي، تمام. ودي الأوامر الكلام ده كله المكاتب، تمام. وده إيه النشاط بتاع البوت أهوت زي ما أنت شايف، تمام. طيب هتقول لي طب أنت بتتحكم في البوت إزاي؟ أو أنت بتقول أنت بتعرف تتحكم فيه وتشغل. طبعا زي ما أنت شايف البوت هيطلع مكسيك أونلاين أهوت، تمام. بص على الثلاث شروط اللي في الجنب دول، ودخلت على السيرفرات، نزلت تحت وإيه، مانج السيرفر، تمام. زي ما أنت شايف كده هو كده أونلاين، تمام. وعندك هنا العلامة دي لو دوست عليها هو إيه هفصله، تمام. زي ما أنت شايف كل البيانات شغالة بتحمل إيه كل حاجة، تمام. طيب خليك مركز معايا كده بقى إيه واحدة. لو طلعت كده ودخلت على الواتساب ورجعت كده ودوست على الثلاث شروط اللي فوق دول، وعندك الأجهزة المرتبطة، طبعا أنت مش هتلاقيه رابط غير بالبوت ده اللي هو يقدر المكسيكي بوت، تمام. مش هتلاقيه رابط غير بيه. طيب في ناس اصلا بتربط بالاربعه، تمام. والبوتات بعدها بتقف اصلا، يعني تخش تربط البوت يشتغل معاه، تبعت بقى كلمتين بعدها تلاقي البوت واقف، فبتضطر تخش تربط تاني بعد فتره. وموضوع ان انت تقعد تربط كتير ده يعني هيضرك انت، هيضر رقمك وهيضرك انت قبل رقمك، تمام. طيب طيب بتوقف البوت ازاي؟ تمام، اقول لك. انا لو طلعت كده يا اسطى، انت طبعا زي ما انت شايف البوت ايه نشط اهو اونلاين. لو دخلت كده دوست على بار التجربه ده ودوست كده منيو، عملنا الدوت. انا عايز بس انجز في الفيديو لان انا صورت فيديو بس كان طويل، فانا مش عايز اطول عليك ورجعت صورت الفيديو تاني. فيا ريت تقدر تعبي ولايك وكومنت حلو منك كده، قلبي شجعني عشان ابدا انزل لكم ايه فيديوهات اول باول. كل ما الاقي منكم تفاعل كل ما انزل لكم فيديوهات على طول، وهنزل لكم حاجات مطروشات حرفيا. تمام، لو دوست كلمه منيو كده، تمام، وبعتها زي ما انت شايف دي اوامر وكل حاجه، مش عايز اوريها لك دلوقتي، تمام. طيب لو انا مثلا جيت كده ودوست على علامه الستوب اللي هي ديت اهي اللي انا بقول لك عليها، لو دوست عليها كده زي ما انت شايف ظهر معايا ايه اوفلاين، تمام. وظهر معايا علامه خضراء اللي هي ايه التشغيل. طيب هخش كده اجرب عادي، اكتب نفس الكلمه واخدها قدامك نسخ اهوت، تمام. كده نسخ واحطها هنا في الرساله واعمل كده، مفيش اي حاجه. طيب هرجع كده ونرجع داخل على الثلاث شرط وداخل على الأجهزة المرتبطة. هتلاقي آخر نشاط المكسيكي بوت أهوت الساعة 8:52، والساعة عندي 8:52، يعني هو لسه واقف دلوقتي، تمام. لو طلعت كده ودخلت وعملت كده ستارت تاني هيبدأ يقول لي ستارتنج في الأول أهوت ستارتنج، وبعدها بقى إيه أونلاين، تمام. يعني كده البوت متصل، تمام. حتى لو رجعت كده، لو أنا مثلا يعني دخلت على السيرفر تاني، ثواني أوريك حاجة، تمام، وجيت وقفت البوت، هعرفك ازاي تعمل البوت وكل حاجة، بس انت ايه طول بالك معايا لاخر الفيديو، تمام. ودخلت هنا كده. طيب البوت دلوقتي اوفلاين، تمام. فهتلاقي البيانات كلها واقفة ومش هتلاقي اي حاجة هنا، القراءات فاضية، تمام. وهتنزل تحت مش هتلاقي ولا في تصاعد ولا تنازل ولا اي حاجة. اطلع فوق كده اديله تشغيل، وبعدها يقول لي ستارتنج فوق اونلاين، بس البيانات بدأت تتحمل زي ما انت شايف اهوت، تمام. انزل تحت كده هلاقي بدأ يقرأ معايا اهوت تاني، وانزل تحت كده هلاقي ايه كل حاجة بدأت تتحدث وإيه والأسهم ظهرت كلها تاني. طيب عايز أقول لكم على حاجة بس كده، يعني إيه بره موضوع الفيديو خالص. يعني أي حد متابعني قبل كده وكان بيخش يكلمنا عن الرقم بتاعي، فأحب أقول لكم إن الرقم اللي أنا كنت بسيبه في لينك الشات ده أصلا طار. فواحد ابن حلال كده حاططني في دماغه الله أعلم ليه، تمام. طير الرقم طلب مراجعة، وبعد ما طلع الرقم طلب مراجعة رجع طياره. لما أنا دخلت اتكلمت منه بعد ما فكيت طلب المراجعة رجع طياره مشدد، تمام. فاللي يعرف اللي يعرف يعني يفك الرقم وكده، اللي يفك الارقام عامه، تمام، يخش يكلمني ابعته الرقم، تمام. ويا عم انت هتفك لك الحلاوه سكه ودغري، حلاوه حلاوه يعني ابن اخوك المكسيكي، تمام. وهقول الكلمتين دول كمان شويه في الفيديو علشان عارف ان في ناس ايه بتكرف وبتعدي الفيديو وبتعدي يعني بتسرع، تمام. طيب نخش بقى كده نجرب البوت مع بعضين. احنا طبعا دلوقتي شغلنا البوت، تمام. هخش كده على الاجهزه المرتبطه معاك اهو على السريع كده، تمام. طبعا ما يفرقش بقى، مش هقول لك لازم تربط بواتس اعمال او واتس ماسنجر، اربط باي واتس اي حاجه، تمام. طيب اجي كده ادوس اكتب خد كلمه منيو دي نسخه تانية اهيت واجربها تاني،
نسخ واحطها تاني واديها يلا كده. هيظهر معايا المنيو دلوقتي، بص. الله اكبر. طيب، عندك طبعا هنا اوامر العامة، اوامر المسؤول، تمام، اللي هو عبد الله الادمن يعني، اوامر المالك لا عبد الله يعني، اوامر الصور والملصقات، اوامر الفطائر، اوامر اللعبة، اوامر الذكاء الاصطناعي، اوامر الممتعة، صانع النصوص، تكستات يعني، وعندك برامج التنزيل ومتفرقات وانمي واوامر جيتا. تمام. تمام. تعالى كده بقى نجرب كده كام امر على السريع كده، ايه، عشان انا مش عايز اطول عليك، تمام، لان انا قعدت جربت لكم اوامر كتيره في الفيديو اللي قبل دوت، وقلت يعني مفيش حد هيبقى عنده طولة باله كده. عندك طبعا البوت هيتلر المكسيكي اصدار 3.4 3.0.4 ده اوكي. عندك هنا ايه، بواسطة المطور هتلر المكسيكي. تمام، الاوامر المتاحه. انزل تحت كده، ناخد اول مثلا، ناخد كده حاجه من الاوامر اللي هي ايه. طبعا الاوامر العامه دي كله بيعملها عادي، تمام، الأوامر العامة دي للكل، تمام. بس أنا طبعا إيه مش عايز أوامر عامة، أنا مثلا آم، هنجرب لك أمر حلو من الأوامر العامة. تمام، أخش على أول أمر كده، أخش مثلا أبعت صورة. تمام، أو زي ما أنت شايف أصلا في فيديو أهوت. مثلا لو دخلت خدت صورة كده، الصورة دي مثلا، تمام، وعملتها عرض مرة واحدة. تمام، خليك مركز على الصورة وبعتها. طيب أنا دلوقتي عايز أكشف الصورة، هعمل إيه؟ عايز أكشفها، مش هبص على مرة واحدة، عايز أكشفها على طول. هشدها كده وأدوس دوت في في. بص الحركة دي، ايه ده، انا ما عملتش دوت، معلش، سوري. وعملت في في من غير دوت، عشان كده البوت ما تعرفش عنه. دوت في في. زي ما انت شايف الصورة حملت معايا، وبعت لي الصورة اللي هي كانت المفروض عرض لمرة واحدة، بعتها لي عادي صورة اقدر ابعتها لأي حد والكلام ده كله. ماشي، عايز اخلي الصورة دي ستيكر، اعمل دوت ستيكر. انا كاتبها غلط والله يا جدعان، عليا النعمة. ثواني، نصوص، أعمل اللعبة، أعمل الفطائر أعمل الفطائر ستيكر ستيكر. أنا حاسس إن أنا كاتبها غلط أصلا في الأمر. وأدوس تبعت كده، هيحول لي الصورة دلوقتي الستيكر، زي ما أنت شايف الصورة بقت ستيكر. طيب نخش طيب على أمر مثلا نكتب نيوز. أنا بغير لك بعض الأوامر العشوائية كده، فاهم. طبعا هنا أمر الحظر، أمر الحذف، أمر الطرد، تمام. الأنتي لينك اللي هو حظر الروابط يعني، فاهم. وعندك هنا المنشن الجماعي، الكلام ده كله. تعالى أما أجرب لك حاجة منهم دلوقتي، ألا وهي أمر المنشن الجماعي. لو خدت الرسالة دي كده، ولا سيبك من الرسالة خالص، أكتب دوت تي اي جي اي ال ال، اللي هو أمر المنشن الجماعي، أو تمام منشن جميع الأعضاء، اللي هو أنا والفلسطيني يوتيوبر، والرقم اللي إحنا بنجرب عليه. طيب أنا عايز دلوقتي أطلب الرقم اللي إحنا بنجرب عليه، أقوم عامل كده، تمام، او ما منشله، واجي قبل علامة المنشن اعمل دوت كيك، كي اي سي كي، تمام. يا رب اكون كاتبها صح. اهو لقد ازلته، تمام، زي ما بقول لك بيجي حق ان هي تم الازاله، تمام. بيظهر له بقى ان هو قام المطور هتلر المكسيكي بازالتك او كده، حاجه زي كده، تمام. تمام. طيب نجرب امر كمان، الا وهو امر ايه يا ربي، تعال نجرب امر ايه. طيب نجرب اوامر التنزيل، تمام، اللي انت تنزل يعني ايه. نجرب امر حظر الروابط الاول، دوت and link، ماشي، مسافة on. احنا المفروض نبعت انت لينك بعدها ايه، انت لينك on، تمام. هنيجي كده ناخدها، معلش. هو اصلا لا، من غير ما نبعت هو اتعامل، تمام. مثلا لو جيت حطيت انا رابط اليوتيوب بتاعي، بص كده، تم حذف رسالة، الرابط غير مسموح به هنا، تمام. تمام. طيب مثلا دوسنا كده setting، لا، نخش بقى على امر التنزيل.
تطلع كده يا باشا على أوامر التنزيل. لو أنت عايز تنزل حاجة من على اليوتيوب، من على أي حاجة مثلا عايز تنزلها بقى من غير علامة مائية والكلام ده، تمام، كل ده اسحبه متاح في البوت بتاعي. ماشي، أخش مثلا على أوامر التنزيل. تمام، هتدوس كلمة بلاي. ماشي، ده أول أمر. مثلا مسافة، اسم الأغنية مثلا، مثلا مثلا أسطول. لا بلاش حاجة كبيرة، مثلا إيه. يعني أنت حرفيا معاك أداة تنزيل موسيقى، فيديوهات، كل حاجة معاك. تمام، على ابكي وانا مغني. هنستنى كده شويه بس قبل ما البوت يجيبها. اهو زي ما انت شايف، هو بعت لي دلوقتي اسم الاغنيه، صورة الاغنيه، وهيبعت لي الاغنيه تحت دلوقتي. اهو ايه، تلاتة بيقول لي ان هي ايه 5 دقايق و56 ثانيه الاغنيه. هيبعتها دلوقتي تحت. ويت يلا يا عم. موضوع. يلا يا نجم، ده الاغنيه 5 دقايق يعني. يعني عامة الموضوع ده أصلا بيعتمد على النت عندك، لأن هو بياخد نت من عندك ينزل بيه الأغنية في الشات، وترجع أنت تنزل الأغنية تاني. يعني الأغنية جت أهيت، وأنا بحرك قدام كله عشان ما حدش يقعد يقول ده وقف الفيديو وبتنجان والشغل الحمد. أيوه، زي ما الأغنية شغالة أهي. تمام. طيب نخش على إيه أمر تاني. مثلا تيك توك لينك. مثلا لو عايز أنزل فيديو من على التيك توك مثلا من غير علامة مائية، دوت، مثلا أعمل دوت تيك توك. ويا جدعان، اخوكوا اللي كان يعني اي حد كان بيكلمني يا جدعان انا رقمي اتغير وعايز حد يفكه، واللي هيفكه للحلاوه مني. طيب انا هجيب لينك من على تيك توك واجي. اعرف ايه اديك انا بعد ما اقبض فلوس المهم. يسعد ام الفخامه رجوع اسطوره التيك توك مجددا. يسعد ام الفخامه رجوع اسطوره التيك توك مجددا. زي ما انت شفت الفيديو دوت، مفهوش، مش مفتوح ان هو. هنيجي نعمل كده. اه صح، لازم اوقف اللينكات ثواني. دوت اند. مش تفكرونا يا جدعان، هو حمل يا سعيد الدين الفخامه. هو حمل الفيديو. والفيديو اصلا طبعا هتلاقي الفيديو دلوقتي شغال من غير علامه مائيه. تمام، يعني الفيديو ما كانش مسموح له ان هو يتنزل. تمام، دلوقتي انا نزلت الفيديو يسعد ام الفخامه. وزي ما شفت اصلا من غير علامه مائيه. تمام. طيب عندك بقى فيسبوك، تيك توك، اي حاجه بقى تنزلها برضو بايه بنفس الطريقه. تمام. عندك كده طبعا ايه متفرقات. ماشي، تعال نجرب كده. نودي الصوره في داهيه، ما علينا. طيب اجرب معاك ايه تاني. حرفيا انا قلت شويه حاجات حلوين قوي. تمام، تعالى مثلا نجرب انمي. ماشي، تعال نجرب مثلا ايه تاني. انا مش عارف بصراحة اجرب معاك ايه، بس انا مش عايز اطلع عليك في الفيديو اكتر من كده. تمام. ماشي. طيب نجرب مثلا حاجة للتكست. نكتب دوت ايس. بس هكتب تكست مثلا اهوت. مع ان بأمانة انا مش عارف اصلا التكست ده بيعمل ايه. انا مش عارف هو الايس ده ايه، يعني ايه الامر في كده. ايه ده، انا كتبت غلط ولا ايه؟ لا، هو عملها ايه ده بقى.
انا قلت لك انا ما جربتش البوت كله ده، انا بجرب معاكم. انجني هو المفروض بيحط النيم في الصورة، بس انا مش فاهم يعني. مثلا دوت ايس، تعالى نجيب يا عم واحدة تانية. اللي هي الليلية دي مثلا. وهنويت عليها شوية. طب والله حلو. المهم انت بتكتب الخلفية وبتكتب ايه الاسم اللي هيعمل لك عليه الصورة، فاهم؟ مش الاسم اللي هيعمل لك النوع الصورة، فاهم؟ طيب تعالى نجرب بقى ايه اللي هي ايه اهو الممتعة دي. تمام. إيه مثلا دي. لا فكنا. ماشي. عامة ده البوت اهوت، وانت ايه ابقى جرب فيه براحتك. دلوقتي وريتك ايه التجربة كلها، ووريتك كل حاجة شغالة في البوت. تمام. طبعا لسه في حاجات كتير قوي مش هعرف اوريها لك في الفيديو. تمام. فطيب لو انت مهتم بقى وعايز تاخد الفيديو، اول شرط وانت يعني عايز البوت، اول حاجه يا اسطى تكون ايه رازع اللايك والكومنت بتاعك الرايقين كده. تمام. عشان لو انت دخلت كلمتني على البوت ولقيتك مش رازع اللايك والكومنت، فانسى ان انا اديك بوتات. تمام. طيب هسيب لك طبعا ده لينك هسيب لك لينك شاتي اللي هو بتاع الرقم دوت. تمام. تكلمني تحت. تمام. وطبعا اي حد هيعرف يفك الرقم هيبقى ليه عندي هديه جامده قوي، افضل من موضوع البوت ده بكتير. تمام. حرفيا انا هقول لك شبيك لبيك اطلب بوتمان. تمام. بس اهم حاجه الرقم بتاعنا ايه يتفك. عايزين نعمل حمله جيميلات عليه كده نفك الرقم يا جدعان، فاهمين؟ تمام. وبالنسبه لموضوع البوت انا هسيب لك ايه رابط التحميل تحت. تمام. هتخش هيدخلك على لينك شات، هتبعت لي كلمه معينه كده هرد عليك ايه في اسرع وقت. وبس كده. يا رب ما كنتش طولت معاك في الفيديو. اي نعم هي تلت ساعه، بس تلت ساعه كلها ايه تجربات حلوه وحاجات مفيده. وبس كده ايه طريق السلامه. معلش يعني في حاجة بس أنا نسيت أوريها لك. هو أمر مطرشم جامد. أنت لو بس دوت كده ويلكم. تمام. بعد ما تكتب ويلكم هتسيب مسافة وتكتب أون. تمام. طيب هو أنا أصلا مفعل الأمر ده. هتدوس دوت ويلكم مسافة ست هتلر المكسيكي الأصلي. تمام. طيب أنا مفعل الأمر عشان كده جايب له غلط. هدوس مثلا إضافة كده، وأجي مثلا أضيف أي حد كده. تمام. بص كده أول ما ضفته ظهرت الرسالة تحت، وظهر لي صورة البروفايل بتاعته. يعني مع إن هو أصلا صورة البروفايل هو عاملها، يعني عاملها لجهات الاتصال وكده. تمام. هتلاقي الصورة بتاعته، بص الصورة حملت عندي. تمام. وظهر لي صورته تحت بإيه برسالة نوعية. طبعا أنت ممكن تعمل بقى رسالة ترحيب كبيرة بقى والدنيا دي حاجة في المطوشات منه في الآخر. فبس كده بقى إيه زي ما قلت لك اظبط بالكلام. تمام. تعالى كلمني على طريق السلامة.